ان شاء الله كامل تكونوا بخير. راني رجعت لكم بعد غياب، ان شاء الله حتكونوا بخير وصيام مقبول على كل الامه الاسلاميه يا رب. هنا حضرت لكم كغاتا بولي بالبيشاميل، يعني هذا كغاتا بزاف بنين خصوصا في شهر رمضان، يعني الواحد ياكل غير الحاجه الخفيفه. ما نطولش عليكم، نروحوا قباله لكيفيه التحضير. اول حاجه عندي لهنايا هذايا البولي، كنت لهنايا طيبته في لاصوص بلونش، كنت درت الزيت وشويه تاع البصله ودرت الفلفل الكحل والملح وشويه تاع قرفه. من بعد حطيت الزر تاع الدجاج خليته يطيب، من بعد فتته بهذايا الشكل كيما راكم تشوفوا. نزيد نضيف لهنايا الزيتون، يعني الزيتون اختياري، اللي ما يحبش الزيتون ما يضيفوش عادي. نزيد نضيف جبن طري، ونخلطهم مليح. الان نجيب البلا اللي رانا رايحين نحضروا فيه. اول حاجه ندهنوه لهنايا بالزبده. هايليك بعد ما دهنتها لهنايا بالزبده، الان نحط البطاطا. كنت لهنا قطعتها مربعات وقليتها. الان نضيف الدجاج، الان نزيد نضيف جبن المربعات، هايليك بعد ما ضفت لها جبن المربعات الان نروح نحضروا لا بيشاميل. بالنسبه لا بيشاميل كنت لهنايا درت 2 مغارف كبار تاع الزبده، دوك نخلي كامل هذه الزبده تذوب، من بعد نضيف لها 2 مغارف كبار تاع الفرينه. كما قلت لكم نضيف 2 مغارف كبار تاع الفرينه. الان نضيف لها الحليب، الان نضيف الحليب حوالي كاس، ونقعد نخلط هكذا حتى وين تعقد. هايديك الان طفي عليها الفرن هكذا، اخدموها تكون شويه تلقى روحها ماشي العقده. الان نضيف لها الجبن الابيض، هكذا ونخلط. في الاخير نضيف لها الملح ونزيد نضيف لها فلفل اسود. شوفوا ما شاء الله كيفاش تجيكم، راح تجيكم بزاف بنينه، جربوها راح تعجبكم بالبزاف.
الان نفرغ لا بيشاميل. في الاخير نضيف لها جبن مبشور وندخلها الفرن، نشعلها غير من الفوق قسم يذوب لنا هذايا الجبن. شوفوا ما شاء الله كيفاش تجيكم، يعني راح تجيكم مشمخه من الداخل. كما قلت لكم لا بيشاميل تخدموها تكون خفيفه ماشي ثقيله. شوفوا كيفاش تجي. ان شاء الله تكون عجبتكم طريقتي في التحضير، ونتمنى تجربوها وتقولوا لي رايكم في التعليقات. واللي مازال ما اشتركش يضغط على زر الاشتراك ويفعل الجرس باش يلحقوا كل جديد. وفي الاخير نقول لكم صحه فطوركم وتهلاو في رواحكم.